نال اللاعب المغربي حكيم زياش نجم نادي غلطة سراي التركي إشادة كبيرة من الشارع المغربي عقب موقفه الواضح بإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني. سطوري زياش الذي نشره مساء أمس الجمعة أثارت اهتماما كبيرا، حيث تصدر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية. وجاء المنشور ليقلب الموازين، إذ تحول زياش من لاعب يواجه انتقادات الجماهير المغربية على خلفية رفضه منح زميله إبراهيم دياز فرصة تسديد ركلة جزاء في مواجهة الغابون الأخيرة، إلى نجم شعبي يحتفى به بعد إعلانه دعمه المطلق للقضية الفلسطينية. وقال حكيم زياش في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام: لنوضح شيئا واحدا، اللعنة على الاحتلال وكل دولة أخرى تدعم هذا النوع من السلوك. وأضاف نجم المنتخب المغربي في منشور آخر: رسالتي الأخيرة كانت أيضا لحكومة بلدنا التي تدعم الإبادة الجماعية وجميع الدول الأخرى التي تدعم ذلك. عار عليكم، لقد طفح الكيل. وتفاعل الجمهور المغربي بشكل كبير مع موقف زياش، مشيدا به بحرارة، في حين اعتبرت فئة قليلة أن لاعب المنتخب المغربي أخطأ التعبير باتهام الحكومة المغربية بشكل مباشر، في وقت أظهرت المملكة دعمها المطلق للشعب الفلسطيني. ونشرت الجماهير المغربية مئات التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشيد من خلالها بموقف زياش الذي لم يتوانى في إظهار دعمه للشعب الفلسطيني واستنكار العدوان في أكثر من مناسبة. وعاد اللاعب بعد ساعات قليلة من نشر التغريدة الثانية التي هاجم فيها حكومة المغرب وباقي البلدان إلى حذفها، مكتفيا بالتغريدة الأولى بعد الجدل الكبير الذي أثاره. وكان النجم المغربي قد أظهر دعمه للقضية الفلسطينية، مستنكرا العدوان الغاشم في العديد من المناسبات، واحتفل بالعلم الفلسطيني مع جماهير فريقه قبل أشهر. حكيم زياش. وطرحت الجماهير المغربية تساؤلات عديدة حول مستقبل حكيم زياش مع أسود الأطلس بعد هذه التغريدة، حيث أكد كثيرون أنه بات مهددا بالاستبعاد عن كتيبة المنتخب المغربي.